عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعين مطبخ شيري؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. يا رب تكونوا كلكم بخير وبألف خير وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين، وعود عليكم الايام بخير يا رب. يلا بينا نبدأ في وصفتنا. هعمل لكم من النعناع اللي قدامي ده نعناع غسلته وعملته في محلول النقع اللي انا بعمله على طول، وسبته علشان طبعا كلنا عارفين ان الخضروات اكتر حاجة بتكون لما من الكيماوي ومن الارض ومن الزرع والكلام من ده. وقرطفته وغسلته ونقعته في محلول النقع اللي احنا بنعمله على طول، اللي احنا متعودين عليه. خلاص، هنعمل ايه بقى دلوقتي في الوصفه بتاعتنا؟ هقول لكم نعمل ايه، بس يلا بقى قبل ما نبدا في وصفتنا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو جميل منكم بدعوه حلوه، علشان ايه؟ تشجعني ان انا اقدر اقدم لكم كل جديد. يلا نخش في وصفه. انا هعمل ايه في النعناع بتاعي ده؟ انا هقطعه، او اللي مش قادره تقطعه تحطه في الخلاط تاخده ضربه كده، او في الكبه تاخده ضربه كده بسيطه. خلاص، يلا بقى نعمله ونجهزه. وانا حاطه حله على النار فيها نص لتر ميه، ونبدا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. وهنا بقى انا حطيت اهو حله على النار كنت مولعه عليها، خلاص سخنت معايا، وهبدا انزل عليها 4 كوبايات من السكر. نص لتر 4 كوبايات من السكر. طبعا انا حاطه نص لتر، لا يعني اكتر شويه، فهزود شويه معايا زي ما انتم شايفين كده. هنا كده 3 كده 4، عشان انا مزوده عن نص لتر. انت عايره نص لتر، نص لتر فيه 4 كوبايات. انا حطيت كده 4 كوبايات ونص. هقلبهم بقى كويس جدا. هو كده بدأ ايه خلاص يغلي معايا. هبدأ انزل عليه بالنعناع بتاعي زي ما قلت لكم. انا عملته بالسكينة، قطعته علشان الريحة بتاعته تبقى اقوى في المية. شايفين كده اول ما بدأ يغلي معايا خلاص. هو كده بدأ يغلي معايا. هبدأ اعمل عليه ايه؟ هوطي النار خالص، اخليها نار هادية، واسيبه ل10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، على حسب ما انت ما تحسي القوام. ساعة ما اجي هوريكي القوام، هوريكي تفصلي عليه امتى، عشان كل حد على حسب كمية المية اللي حاططها. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده. هو كده غلى خلاص. انا بقى هوطي عليه النار واسيبه بقى كده مع نفسه، واغطيه. نرجع له بعد ربع ساعة. وكده بقى يا حبايبي بعد ما استوى معايا النعناع بتاعي، شايفين بقى شربات النعناع؟ شايفين اهو، هو مش باين قوي اهو، هو زي الشربات اللي احنا بنعمله عادي، بس الفرق ان هو بالنعناع. هبدأ اشتغل عليه. هعمل ايه؟ هصفيه ونرجع نكمل مع بعض ونشوف وصفتنا هتشتغل ازاي ونعمل ايه تاني مع بعض. خليكم معايا نكمل بقية الفيديو. تمام. انا طبعا حطيته على النار تاني بعد ما صفيته، بس انا هقولك انا صفيته ازاي. انا حطيت حته قماشه بيضه وصفيته، وبعد ما صفيته رحت حطاه في الحله. هقولك بقى انا حطيت ايه وعملت ايه. انا حطيت نقطتين من لون طعام باللون ده. طبعا انتي ليكي الحريه ان انتي تحطي لون طعام او ما تحطيش. انا حطيت لون طعام، حطيت نقطتين منه. خلاص، هو رخيص جدا مش غالي، بس في نفس الوقت متخافيش مفيهوش اي حاجه خالص مضره. هو مجرد ان هو حاجه لون بس، بتدينا ايه؟ بتدينا لون كده حلو جميل جدا للحاجه. خلاص. طيب انا عملت ايه تاني؟ انا دلوقتي زي ما بقول لك كده، انا طول ما انا شغاله فيه انا عماله اشيل الريم اللي بيطلع معايا ده، لان ده بيفسد لي الحاجه. فانا عايزه الحاجه مدتها طول اكتر، فبحاول على قد ما اقدر ان انا ايه؟ اشيل الريم بتاعي. خلاص. نص معلقه ملح ليمون، وطي النار. نص معلقه ملح ليمون علشان ايه؟ شايفين؟ علشان ما يسكرش معايا، عشان انا عايزاه يبقى زي العسل النحل كده، ما يقعد معايا ما يسكرش. تمام كده. بس كده. وهفضل اشيل بقى الريم بتاعي واخلصه واوريهولك بقى بعد ما نخلص، بس انا هوريلك دلوقتي وانا شغاله. بصي
هو باين ان هو خفيف، لكن انا هوريهولك بعد ما اخلص خالص ويبرد ويهدى كده معايا وانا بصفيه. خلاص انا كده هطفي عليه واشيل الريم اللي على الوش، وخلاص على كده نصفي بقى واقولك طريقه الحفظ ازاي بعد كده. خليك معايا نكمل الفيديو عشان اقولك طريقه الحفظ وتحفظي ازاي. وكده يا حبايبي بعد ما خلصت الشربات بتاعي، طبعا زي ما قلت لكم رحت عاملاه منضفاه وشلت الريم بتاعه، ورحت معبياه في البرطمانات بعد ما بيهدى، لان الحاجه دي ما ينفعش تستخدميها خالص وهي عامله تكون سخنه. شايفه اللون بتاعه عامل ازاي؟ شايفه عامل ازاي؟ والقوام بتاعه جميل جدا. شايفه عامل ازاي؟ جميل جدا 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 بجد، تحفه في البيت في الصيف، في اوقات لو زنقه فيها ضيف جاي لك البيت ولا حاجه، ما فيش حد يجيب لك حاجه ساعه، ما فيش عصاير جاهزه معاك، ده على طول سريع على طول جدا في البيت، بيبقى حاجه بسيطه وسهله جدا طبعا. وبعد ما صفينا الكميه طلعت معايا ال3 برطمانات دول، وبعد ما صفيت اللتر ده تمام ونص ازازه تانية اللي انا صفيته، رحت غاليه تاني ورحت مطلع منه عصير على طول، يبقى خام بيور ازوده حاجه بسيطه خالص، مش هنزود فيه كتير، ما رضيتش ان انا ارميه. دلوقتي بقى هعمل معاكم وهجربه معاكم وهوريكم عشان تشوفوه. انا هنا عصرت ليمونه، حبيت بس اوريهولكم تمام. احنا مش هنزود خالص سكر لان هو معايا خام. انا بقى هوريهولك اهو، شايفه؟ نحط مثلا 3 معالق ولا حاجه. شايفه لونه مغير معايا ازاي في الليمون اهو؟ شايفه عامل ازاي؟ تحفه تحفه بجد. 3 معالق صغيره بتاع شاي، ولا سكر بقى ولا اي حاجه خالص. تعصري الليمونه بتاعتك وتحطي الميه وخلاص على كده. وهعمل لك بقى مركز الليمون، وهعمل لك الليمون يبقى جاهز عندك في الفريزر برضو، يبقى عندك على طول تطلعي الليمون وتطلعي النعناع وتروحي حطهم على بعض وتحطي الميه وخلاص على كده الموضوع بالنسبه لك هيبقى منتهي. يلا بقى الف هنا لينا ولقلوبنا وعلى قلوبكم. يلا بقى بينا وقوموا يلا واعملوا لاولادكم كل حاجه نفسهم فيها. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله بوصفه احسن وارخص واقوى ان شاء الله من كده. بس ما تنسوش زي ما قلت لكم دعموني باللايكات، عشان الفتره دي محدش بيدعمني باللايك، واللايك هو اللي بيدعمني عشان اقدر اقدم لكم كل جديد، بيديني حافز ان انا اشتغل تاني واكمل معاكم. يلا اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.